بالجوال رسائل بالجوال. يقول واحد يقول لي أنا على جنابه من 11 سنة، من 11 سنة. قلت بالله أسألك بالله مر عليك رمضان وأنت على جنابه؟ قال نعم. قلت مر عليك الحج وأنت على جنابه؟ قال نعم. قلت مر عليك ليالي القدر وأيام العبادات وأنت على جنابه؟ قال نعم. قال بعد 11 سنة وأنا على جنابه. قلت احمد ربك إن الله ما قبض روحك. أنت يا من ترتكب مثل هذه الجريمة الخبيثة تنتشر في المدارس رسالة، مع أن التصوير هذا يا إخوان يصل إلى أقطار الأرض من فضل الله سبحانه وتعالى. أنا أقولها في الإعلام وكل من يسمعني وكل من يشاهدني أقول احذر 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 أن تكون وقود لجهنم بسبب فعلة قوم لوط. تراها أخبث فعلة. لا تغرك شهوة 5 دقائق، لا تضيع التزامك ودينك عشان 5 دقائق، لا تضيع راح إلى دار الأحداث وراح للسجون وغيرها. جرائم رسائل. والله يا اخوان ما اطلع من مدرسه انه يقول واحد انا افعل اللواء وشلون اتوب. انا اقول بيض الله وجهك مكتوب ولا كنت ماكل نفسك قبل لا يجيك الموت. بالله عليكم لو واحد يا اخوان، شوفوا جامع الخليج عندكم جنائز يوميا جنائز. بالله عليكم هل عمركم يوم من الايام شفتم جنازه مكشوفه؟ ما يجي الا على شاش ابيض فلان 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 فلان. سبحان الله في الدنيا يستر بقماش، اما في القبر يفضح فضائح في القبر. فيا ويل من ارتكب جريمه قوم لوط، يا ويل من ارتكب جريمه قوم لوط، يا ويل من ارتكب جريمه قوم لوط. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل قوم لوط. يمكن يا اخوان ان شاء الله مو من بيننا هذا في هذه الفعله، او ربما اللي يسمعني ويشاهدني وغيره، وانا اقول برضه انقلها الى كل انسان. يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل عمل قوم لوط. يقول العلماء انه يمسخ في قبر خنزير الا يتوب. ما هو فعله يا اخوان اخبث فعله في التاريخ. هذه رساله لكل شاب. احذر من التعلق. ترى اكثر الناس يسأل عن التعلق وسيله وطريقه الى عمل قوم لوط. هذه ترى على المكشوف، ما فيه تعلق، ما فيه اعجاب. هذه كلها طرق تؤديك، كل الطرق تؤدي الى درب الخطر، وهو درب النار، درب جهنم. اعاذنا الله واياكم من النار. فلا بد لنا ان ننتبه. ركز، حرك عقلك ما دامك حي الى هالساعه هذه. تماكن عمرك، نصيحه تماكن عمرك ما دامك حي الى الساعه. وانت والله يا اخوان واحد يتصل علي يصيح يوم سويت اللقاء اللي كان عندكم بالخير ومتنقله، يتصل علي يقول يا ابو عبد العزيز لي ساعه توبني قايم من عمل قوم لوط. قلت يا اخي توب الى الله. قال يا ابو عبد العزيز ما اتوقع ان الله يقبل توبتي. تعرفون ليش يا اخوان؟ تعرفون ليش؟ قال يا ابو عبد العزيز ويسكت. الله يا اخوان يوم قال والله وبالله وتالله والله يا اخوان سكت من شده ما اصابني من الذهول. قال ابو عبد العزيز. قلت نعم. قال تدري وين عملت اللواء؟ قلت نعم. قال والله يا ابو عبد العزيز في المسجد، في بيت من بيوت الله، المسجد الذي يقرأ فيه القرآن، الذي تعرفه الملائكة، في المسجد. يقول يا ابو عبد العزيز والله يا الله يقول ما لقيت مكان استتر فيه الا المسجد. ترك الدنيا ما لقى الا المكان، ما لقى الا بيت الله. فاقول اسال الله ان يهدي شباب المسلمين.